يا مساء العناب على الناس الأحباب. معلش، انتم لازم تعرفوا إن ما يحوشنيش عنكم غير الشديد القوي. عشان كده جيت النهاردة أحكي لكم اللي حصل. بس قبل ما أبدأ، رسالة بس للي بيقولوا هو القلم بيشرب ينسون. أمال يعني الكوبايات دي كلها مين اللي يشربها؟ فمساء اليانسون على القلم اللي مش عارف يقوم. يلا استنوا لما أصب الشويات دول عشان أشربهم وأنا بتكلم معاكم. بسم الله، صلوا على النبي. يوسف راح لحسن عشان يرجعني له. عمو حسن، القلم بتاعك اهو، أنا وعدتك إني أجيبهولك. لا لا يا يوسف، خليه معاك يا ابني. لا والله يا عمو، اتفضلوا. قمت أنا مصوت وقايل يا لهوي عليا، خلصوا بقى، مين هياخدني؟ لقيت واحدة جاية بتقول طب بقول لكم ايه، بدل ما تتعزموا على بعض كده، لا انت ولا انت هتاخده، انا هاخده، انا متأخرة على الامضة ورايا شغل. لا لا يا جماعة، ما تتخنقوش عليا بقى، مش كده. ثانية واحدة. الله، وفجأة سمعنا صوت جاي من بعيد بيقول يا ايدي ده عم رجب. حسن والدكتورة سارة ويوسف جريوا عشان يطمنوا عليه، وفجأة لقينا ايد عم رجب متعورة جامد. يا ايدي اه. مالك يا عم رجب؟ اسم الله عليك. تعبت يا ابني، تعبت. الله يسامحهم. يعني الناس ينادوني بزبال، اقول معلش، مش هعلم الناس الصح من الغلط، واني عامل نظافة مش زبال. ينادوا ولادي ويقولوا لهم يا ولاد الزبال، اسمع واسكت واقول انا هراضي ولادي معلش. لكن يحطوا الازاز بالطريقة دي في الزبال وانا لسه بشتري الكيس، اقوم متجرح كده. والله ما يرضي ربنا يا ابني. يرضي مين ده بس؟ خفيفة خفيفة يا عم رجب، هات ايدك هات ايدك، بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حقك علينا يا عم رجب، معلش. ايوه يعني ايه؟ يعني يعمل ايه بحقك علينا دي يا حسن؟ ما تخلينيش اتغاب عليك. انا عندي الحل. ايوه كده، قول لهم يا يوسف، قول لهم. احنا نعلق ورقة في كل سلة زبالة ونكتب التالي: يرجى عدم وضع الزجاج المكسور مباشرة في السلة. امال يعني يا ابني يحطوه فين؟ اسمع للآخر يا عم رجب، ركز في الجرح بتاعك، ركز ركز. ما هو يا يوسف الناس هترمي الزبالة فين؟ يبقى يا عم حسن، يا إما نعمل سلة مخصوص للإزاز ده، أو نخلي الناس تلف الإزاز اللي اتكسر كويس قوي ويكتبوا عليه ده إزاز، أو مثلا احترسوا. يا يوسف يا جامد يا صاحب الأفكار الجميلة، فكرة حلوة قوي يا يوسف. يلا نبدأ فيها عشان صحة عم رجب وصحة كل عمال النظافة. لا لا بس الحمد لله، ايدك اتحسنت يا عم رجب، صح؟ تسلم ايدك يا دكتور، الحمد لله اتحسنت كتير. والحمد لله. في خلال اليومين اللي فاتوا الناس سمعت كلام يوسف، وعم رجب ما عادش بيتعور خالص، ولا أي عامل نظافة بقى بيتعور. ثانية واحدة، بس أنا رحت فين؟ وإيه المكان ده؟ ومين اللي بيعمل لي اليانسون ده؟ غريبة، بقى القلم قاعد كل ده في مكان مش عارف هو فين. طب يا ترى القلم موجود فين؟ ومين اللي خده؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع سادس مكان القلم هيروح.